بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. الحقيقة أن اختيار التخصص الجامعي من الأمور المهمة جدا جدا لدى الطلاب، سواء كانوا ولاد أو بنات. ولكن بالنسبة للبنات بيكون الأمر فيه خصوصية شوية، لأن الأهل بيكونوا حريصين كل الحرص أن البنت تختار تخصص يكون مناسب لطبيعتها كبنت، يعني ما يكونش فيه إرهاق شديد أو تعب، أو يكون فيه سفر بعيد، أو إن هي هتقيم خارج البلد بمسافة بعيدة جدا. بعض الأسر ما بتحبش بناتها يسافروا ويتركوا البلد اللي هم عايشين فيها ويدرسوا في بلد أخرى. طبعا بعض التخصصات بيتم الحديث عنها أو مشهور عنها إنها خاصة للولاد فقط أو خاصة للرجال فقط. من ضمن التخصصات دي هي هندسة معمار أو الهندسة المعمارية، ويقال دايما إن البنات ما ينفعش يدخلوا التخصص ده لأنه فيه مشقة شديدة. كل اللي موجودين فيه رجال، مش هتلاقي فيه بنات. هيبقى فيه مخاطر عليكي، لأنه هو دايما في المرتبط في ذهن الناس إن الهندسة المعمارية يعني هتطلع على السقالة وتقف على الخشب وهتعرض حياتها للخطر، بالإضافة إن ده غير مناسب أصلا لطبيعة البنت إنها تدخل التخصص ده وتشتغل فيه. النهاردة إحنا معانا نموذج في هندسة معمار، نموذج ناجح وفي تفوق. هنعرف من الشخصية الجميلة والضيفة أصلا اللي هي ضيفة برنامج قوارير دخلت القسم ده ازاي، ويا ترى ايه اللي دفعها انها تدخل تخصص زي ده بيقال عنه ان هو صعب، وطبيعة الدراسة فيه، وايه الاقسام اللي موجودة فيه. كل التفاصيل دي ان شاء الله هنعرفها مع المهندسة حنان صالح جوهر، مهندسة معمارية وماجستير في هندسة معمار. السلام عليكم يا استاذة حنان. وعليكم السلام أستاذة ندى، كيف حالك؟ اهلا ومرحبا بحضرتك. أهلا فيكي. اهلا وسهلا. الحقيقه زي ما قلت في البدايه ان تخصص المعمار او الهندسه المعماريه من التخصصات اللي تعد مظلومه شويه في الشائعات اللي بتقال عنها انها تخص الرجال والولاد فقط، وانها ملهاش علاقه ابدا بالبنات وما ينفعش حد يدخلها. خلينا نتكلم عن طبيعه التخصص ده، الهندسه المعماريه، وما هي الأقسام بتاعته. هل فعلا هو ما ينفعش للبنات خالص كما يقال؟ لا طبعا ينفع للبنات، يعني في بنات كثير أنا أعرفهم متخصصين في الهندسة المعمارية. إذا بتكلم عن طبيعة التخصص، تخصص الهندسة المعمارية هو مجال التصميم والتخطيط والبناء. والمعمار هو أنك تصممي مبنى من الداخل والخارج وبعدين نرسمه في برامج زي الأوتوكاد أو الريفت بأدق التفاصيل، طبعا مع مراعاة أشياء كثيرة زي جوانب البيئية للموقع البناء. بس قبل ما أروح يعني أتكلم عن الدراسة، حابة أول أفرق ما بين المصطلح ما بين الهندسة المعماري والمعمار. الأغلب يعني يعتبرونه الأغلب يعتبرونه إنه هو تخصص واحد، بس هو تخصصين. من زمان يعني كان المعماري هو اللي يسوي كل الشغل، يعني كان يسوي التصميم مع التخطيط الإشراف والإنشائي وكل حاجة. بس بعدين لما نزل التطور طبعا صار لازم من الضروري نقسم أقسام كثيرة زي هندسة معماري، هندسة إنشائي، ديكور، أشياء كثيرة. والحين المهندس المعماري هو يقدر إنه هو يصمم ويتأكد من التصميم من ناحية الاستراكشر يعني الإنشائي. يعني يشوف إيش هو أفضل نظام ممكن نستخدمه للمبنى بشكل عام عشان يتحمل أكبر حمل. بشكل بسيط يعني ممكن يشوف يعني المهندس المعماري يشوف مثلا المساحة ما بين العمود والعمود، أو فين أفضل مكان يحط العمود، أو كيف يقدر يخفي العمود من هذه الأشياء. وكمان إنه يسوي كمان أفضل نظام توزيع للموية والكهرباء والمجاري والكهرباء. أما المعماري شكله يهتم أكثر بالتصميم من ناحية الشكل الفني، مثل توزيع المساحات، اختيار الألوان، اختيار المواد،
وتصميم برضو شكل خارج المبنى وإلى آخره. كمان بيدرسوا هم أشياء تقنية زي المهندس المعماري بس مو بشكل دقيق مثله. أيوة. أما يعني في النهاية هم الاثنين المهندس المعماري والمعماري يقدروا في النهاية إنهم يصمموا ويعملوا أعمدة وتصميم وإنشائي إذا كان المشروع صغير، وكمان إذا عندهم خبرة في المجال. أما إذا كان المشروع كبير فلازم يكون في مهندسين زي مهندس مدني، مهندس إنشائي، مهندس كهرباء وغيره. وكمان في حبة نقطة أبغى أقولها اللي هو في الدول العربية ما نسمع كثير مصمم معماري، نسمع مهندس معماري. أما العكس هنا في الدول الغربية تسمعي معماري، كلمة معماري وبس، ما تسمعي مهندس معماري. فعلا. أيوة، لأنه هو أساسا مش مهندس، يعني ما بيدرس مواد هندسة، هو معماري. بس المستوى هو نفس المستوى، يعني نادر ما تسمعي مهندس معماري، يمكن 2% بس. في مجال تاني اللي هو كمان رسام معماري، اللي هو أقل، يعني تحت، يشتغل تحت المهندس المعماري والمعماري، اللي هو بيرسم مخططات أو مثلا بيرسم رسومات تنفيذية. هو يقدم له هو المهندس المعماري. تمام. ده الفرق ما بين المهندس المعماري والمعمار والرسام المعمار كمان. طيب نتكلم عن الأقسام أو التخصصات اللي موجودة داخل الهندسة المعمارية واللي ممكن تكون مناسبة للبنات إن هم يلتحقوا بيها. يعني أنا ما سمعت أو ما شفت إنه يكون في أقسام داخل المعمار. اللي هو المعمار مثلا بكالوريوس هو واحد، يعني تخلصيه من غير أقسام، بعدين بعد ما تخلصي البكالوريوس تتخصصي في الماجستير، هناك يكون في أقسام. مثلا الأقسام المشهورة اللي هي هندسة مناظر الطبيعية اللي هي landscape design أو تصميم المعماري architecture design، تصميم الداخلي interior design، تصميم الحضري اللي هو urban design أو الهندسة البيئية اللي هو environmental design. طيب ليه الأهل بمرتبط عندهم أو عند ناس كتير جدا إن الهندسة المعمارية يعني بنتنا هتنزل تقف في الموقع وسط الرجالة والناس والرمل والزلط وهتطلع على الخشب والحاجات دي؟ إيه علاقة الرؤية دي أو المشهد اللي في الأذهان ده بهندسة معمارية؟ يعني في ممكن يكون متعلق فيه، بس هو اختيار البنت إذا هي حابة تشتغل في الموقع ولا لا إذا هي حابة تشتغل في المكاتب. طبعا أغلب البنات يحبوا يشتغلوا في المكاتب لأنه تكييف وراحة وما في شمس، بس في بعض البنات يحبوا إنه يروح الموقع. يعني مثلا إذا حتكون project architect اللي هو هندسة مشاريع، إذا أنت مثلا اخترتي ده التخصص إن أنا أبغى أكون في هندسة مشاريع، فوقتها لازم أساسا عشان تروحي الموقع لازم يكون عندك خبرة في المجال، لازم تشتغلي في المكتب بعدين تروحي موقع وتشرفي على هذا. بس إذا أنت مش حابة يعني ممكن تروحي اللي تكون أنا أبغى أكون مصممة وتكوني جالسة في المكتب. طيب يعني معنى كده ان هندسة معمارية مش بتصنف في الشكل ده فقط انها في الموقع وبس، لا، الهندسة المعمارية ليها اكتر من حاجة تقدر البنت تلتحق بيها. طيب خليني اسألك بقى باشمهندسة حنان، ايه اللي دفعك لاختيار تخصص زي ده؟ ممكن يكون واخد شهرة شوية انه صعب، ممكن يكون صعب في الدراسة او ممكن يكون صعب كمان في التطبيق على ارض الواقع، وهل لما اخترتيه الأهل كانوا موافقين عليه مفيش مشكلة ولا قالوا لا ممكن يكون صعب عليكي؟ لا، أنا كان اختياري أنا وهم ما كان عندهم أي مشكلة. أبويا الوالد الله يرحمه كان هو مهندس معماري، ما شاء الله. فأنا بسببه اخترت الهندسة كده بالوراثة يا أستاذة حنان. هي بالوراثة، يعني كان يلهمني، كان عنده مرة يعني شغفه للتصميم والعمارة، كان يعني يحب
كتير، وأنا أخذت الشيء منه، كنت دائما أشوفه وأنا صغيرة. وأبدا يعني بالعكس، يعني كان دائما يعني بيشجعني يعني كان. ما شاء الله. طيب انت كده يبقى الدافع الاول ليكي انك شفتي الوالد رحمه الله عليه هو اصلا كان هندسه معمار وحبيتي التخصص منه. بعد ما دخلتي ايه اللي حفزك على الاستمرار وان انت كمان تكملي ماجستير؟ انت ماجستير معمار. نعم. اللي حفزني اللي انا حبيته يعني. في البدايه يعني زمان وانا كنت صغيره كان يقولوا لي مو الوالد، يعني كان يقولوا لي لا هذا حق الرجال بالذات. يعني احنا كنا عايشين في السعوديه، ما في حريم يشتغلوا معمار، ما في المجال هذا يعني الا اذا اشتغلتي برا. فكنت اقول نفسي ان انا خلاص حروح لهندسه الديكور. اذا مش معمار حروح لهندسه الديكور. بس لما جاء الوقت التخرج انه شفت انه في بنات بيشتغلوا كمهندس معمار وانا كملت عليه. ولما دخلت فيه حبيته اكثر. ومن كثر ما انا كنت احبه ما كنت اشتكي، يعني كان ساعات طويله، سهر، تعب. بس لو في شيء انت تحبيه هتكملي عليه، هتستحملي عشانه. هتبدعي فيه. نعم. طيب خلينا نتكلم بكل صراحة، مميزات التخصص والحاجات اللي فيها الكويسة جدا وسلبياته برضو اللي انت ممكن تكوني عانيتي منها طول فترة الدراسة وكانت بتؤرقك وتتعبك شوية. خلينا نبدأ بالمميزات. طيب المميزات انه هو حيكون عندك فرصة انك التعبير الابداعي، وحيكون عندك مهارات لحل مشاكل بالتحديد في مساحات البيت. كمان إذا بتبني مثلا بيتك جديد في المستقبل حتصمميه على ذوقك، يعني ما راح يحتاج تدفعي للمعماري يسوي لك. أيوه. أما عيوبه هي أكثر شيء في الجامعة، لأنه حيكون ساعات الشغل طويل وضغوطات عالية ونوم أقل، بالذات لما يكون في موعد النهائي للمشاريع. العيب الثاني اللي هو مكلف، يعني وقت الجامعة، لأنه الدراسة نفسها مكلفة. متطلبات الدراسة لأنه مثلا أنا لما كنت أدرس بكالوريوس كان حصة التصميم عندنا مرتين في الأسبوع، فكان لازم إنه نحن كل مرة نجيب التصميم حقنا إيش سوينا، فنجيب لازم نطبع أوراق، نطبع أوراق كبيرة 5-6 أوراق في أسبوع مرتين، ونجيب كمان ماكت معه، يعني تخيل في أسبوع مرتين مرة نشتري أدوات ونسوي، يعني كان مكلف بالنسبة للمجالات الثانية. صح. تمام. دي أبرز عيوبه. ده أبرز عيوبه. إنه كمان بعد التخرج لازم الواحد يشتغل على نفسه، يعني ياخذ كورسات تدريبات جديدة بين فترة لفترة طبعا. بس أنا بالنسبة لي هذه ميزة، يعني قاعد أطور من نفسي. هو واضح كمان يا باشمهندسة حنان انك يعني محبة للدراسة، يعني واضح من شخصيتك ان انت حد لما بيدخل تخصص زي ده هو اصلا بيكون متفوق ما شاء الله عليكي، ربنا يحميكي يا رب. بتحبي المذاكرة وبتحبي ان انت يعني ما اكتفيتيش بسنين الدراسة، لا كملتي كمان بعدها. طيب خليني اسألك بقى عن فرص العمل للبنات. هل لما بنيجي بقى خلاص خلصنا دراسة وطورنا في نفسنا وأخدنا دراسات عليا بعدها وهننزل لسوق العمل، هل بنلاقي فرص عمل متاحة للبنات في هذا التخصص، ولا بتلاقي الشركات تلجأ للرجالة وللشباب ويقولوا لا احنا عايزين شاب، عايزين راجل لأن هو اللي هيتحمل الشغل ده؟ البنات أكيد حتى لو كانوا شطار وتقديراتهم ممتازة ولكن أكيد قدرة تحملهم مش هتكون زي الرجالة. هل فعلا ده صحيح وعلى أرض الواقع فرص العمل مش متاحة كتير للبنات؟ لا مش صحيح، يعني أنا ما قد سمعت شيء زي كده، إلا يمكن في المواقع يكون زي كده، بس في المكاتب الهندسية بالعكس، يعني في فرص للاثنين الرجال والبنات. لأنه الشركات
تحب التنوع، لأنهم يبغوا ناس يتعاملوا مثلا المشاريع من زوايا مختلفة، سواء كان من ناحية الإبداعية أو حل المشاكل في التصميم. بالعكس يعني أحيانا أنا أحس يفضلوا البنات أكثر لأنهم مبدعين أكثر، أنا أحس في التصميم. أيوة. أما في المواقع تلاقي الرجال أكثر، تتعاملي مع الرجال أكثر فعلا. حتى إذا مثلا الواحد مثلا واحدة من البنات إذا ما لقيت شغل أول ما تخرجت، ممكن عشان تطور من شغلها ممكن تبدأ فريلانسينج في مواقع ممكن تعرضي فيه شغلك على أساس إنه تقولي مثلا أنا ممكن حشتغل الشيء هذا بالسعر الفلاني، وبعدين العملاء يجوا إذا حبوا شغلك ممكن يقولوا لك اشتغلي لنا الشغلة. في مواقع مشهورة اسمها زي فايفر، بس فايفر الحين مقاطعة، بس في بديل عنه موقع عربي اسمه كورسات، قالوا لي عنه. تمام. طيب لو بيشوفونا دلوقتي بنات داخلين التخصص ده مقبلين عليه، أو هم بالفعل في سنة أولى أو في سنة تانية، تنصحيهم بإيه؟ طريقة المذاكرة، الحاجات اللي انت كنت بتعمليها وانت طالبة واستفدتي منها جدا وكانت بتساعدك انك تجيبي تقديرات كويسة في الجامعة، تنصحيهم بإيه؟ طبعا أولا حابة أنصحهم يعني من قبل ما يسجلوا في الجامعة، لأنه كل جامعة تختلف، كل بلد برضو يختلف عن المواد حق الجامعة، فيروحوا للكورس ديسكريبشن حق المجال ويشوفوا إيش المواد اللي بياخدوها. يعني مثلا في الهندسة العمارة بياخدوا مواد هندسة اللي هي زي الكالكولس، كيمياء، فيزياء أحيانا، هذه المواد. المعماري ما ياخذ المواد هذه. بعدين الباقي المواد تقريبا هي نفسها، تقريبا هي نفسها، ما في فرق كبير، إلا غير مثلا المعماري يكون التصميم حقه أكثر، النظري يكون شوية أقل يعني. بس كل ما تكبر سنة ثانية ثالثة ورابعة النظري يقل والعمل يزيد. العمل يزيد لأنه تشتغلوا على تشتغلوا على مشاريع أكبر من كذا. والاستوديو هو اللي حتشتغلوا فيه التصميم أو الرسم، ويكون عبارة عن فيه طاولات كراسي مناسبة للرسم، وهناك الساعات حتكون طويلة، يعني مو زي المواد الثانية، زي المواد الثانية 2-3، هناك في التصميم حتقعد 6 ساعات 8 ساعات في اليوم. وبس يعني لازم تعمل حسابكم كمان انكم حتشتغلوا في مجموعات. ايوه. يعني في بعض الجامعات تشتغل بس اول 2-3 يشتغلوا في مجموعات، بعدين تمام. الواحد في بعض الجامعات لا، يقولوا لا، كلهم يشتغلوا في كل مشروع يشتغلوا في مجموعات. فإذا أنت تحبي تشتغلي مع مجموعة ولا لا، فهذا يعني حينفع تبحثي عنه قبل ما تسجلي في الجامعة. ايوه بالظبط، لازم يكون في المعرفه الكافيه قبل الدخول والتقديم على التخصص ده، سواء من المواد اللي انا هدرسها، طبيعه الدراسه، شكل الدراسه، علشان يكون عندها خلفيه كامله ايه هي المقدمه عليه. اخيرا قبل الختام، لو عاد بيكي الزمن ولسه انت في الثانويه العامه وخلاص طلع المجموع بتاعك وعندك اكتر من اختيار وقدامك منهم اختيار الهندسه المعماريه، كنتي هتختاريها ولا لا هتعيدي التفكير مرة أخرى وكنتي هتختاري تخصص تاني؟ وليه؟ لا أكيد، لا أكيد من غير تردد، يعني حختار هندسة المعمار، لأنه كانت مرهقة، يعني ما كانت مريحة، بس كانت مجزية يعني في نفس الوقت. تستحق التعب والإجهاد اللي انتي تعبتيه فيها؟ أيوة يستحق، يعني في النهاية لما أنا أخلص مشروعي وأقدمه قدام الناس، قدام الأساتذة، وألاقي درجات حلوة وأقول أنا اللي سويت ده، أنا سويت ده، يعني كنت فخورة جدا في نفسي. إحساس جميل. إحساس جميل، يعني بالذات إذا
إذا أنت عندك من الداخل تحبي إنك تبدعي وبعدين تقدري تشوفي شغلك في ورقة، يعني مو بس تذاكريه وبعدين تحلي خلاص، يعني تشوفي تعبك في ورق يعني في يدك. تعبك ما يعني خلاص أصبح ملموس قدام عينك. أيوة. تمام. بتمنى لك كل التوفيق والنجاح يا باشمهندسه حنان. الحقيقه قبل ما نتكلم معاكي اصلا في التخصص ده، احنا كان لينا حلقات سابقه معاكي اتكلمنا فيها عن امور خاصه بالبيت والتصميم والحاجات دي، وكانت من الحلقات الجميله جدا. وفعلا ذوقك يعني على المستوى يعني بعيدا عن المعمار، لا انت ذوقك حلو جدا، فما بالك بقى لما تشتغلي في الموضوع الهندسه المعماريه، فربنا يبارك فيكي. وبتمنى لك كل النجاح والتوفيق ان شاء الله، ويكون لينا بقى حلقات اخرى نتكلم بقى عن صلب الهندسه ونتكلم في مضمونها باذن الله تعالى. شكرا جزيلا ليكي المهندسه حنان صالح جوهر، مهندسه معماريه وماجستير في هندسه معمار، كنت معانا من خلال برنامج قوارير. شكرا جزيلا ليكي، وشكر موصول لكل متابعين برنامج قوارير، ولكل البنات اللي عايزين يدخلوا التخصص ده. ما تقلقوش، ارجعوا للحلقة هتلاقوها نزلت على قناة سلام على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، هتشوفوا كل التفاصيل وكل النصايح اللي قالتها الباشمهندسة حنان. إلى أن نلقاكم، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.